العلم صح. ودرس كثير من العلماء على غرار ابن سينا وابن النفيس والفارابي وابن حيان وابن النفيس والخوارزمي وابن الهيثم وكثير من العلماء ليس المجال لسرهم. هذا للتدليل على أن الإسلام له عناية نظرية بالإسلام الإسلام له عناية نظرية ودعوة نظرية لاحترام العلم والعلماء، وزمن جولته كذلك برهن على أنه دين علم ودين تقدم بما حققه من إنجازات في حياة الناس في الاقتصاد والسياسة وفي الأدب كما ذكرنا. يبقى السؤال الثاني هو: ما موقف الإسلام من التقدم العلمي الذي عليه اليوم والذي يشهده العلم اليوم، وهي ثورة علمية تكنولوجية على أوسع النطاق وفي شتى المجالات، بل حتى في العلوم الإنسانية، في علم الاقتصاد والاجتماع وعلم النفس والسياسة إلى غير ذلك. ويتعلق الأمر بدراسة وتصدير المناهج المتعلقة بالعلوم الإنسانية. ببدء نقول أن الإسلام العلم في الإسلام أو التقدم العلمي في الإسلام ليس له حد يمنعه ولا مجال لا يشمله. يعني طلب العلم في السماء أو في الأرض، البحث العلمي في السماء أو في الأرض أو في الفضاء، في البحار أو في البراري، مطلوب ومندوب ومرغب فيه شرعا، ولا شيء يمنع ذلك. ولكن الإسلام وهو يدعو إلى التقدم العلمي يضبط ذلك بالمسؤولية، بمعنى أن يكون هذا التقدم العلمي والنتائج المتوصل إليها وتوظيف ذلك بما يخدم مصالح الإنسان ويحقق منافعه ويلبي حاجته، ولا يترتب على ذلك أضرار لا نفسية ولا اجتماعية ولا سياسية ولا اقتصادية، ولا يسخر لأجل السيطرة على الإنسان ولا قهره ولا الكيد إلى المخالف، بل لأجل تسخير الكون للإنسان لأن يحيا حياة سعيدة آمنة يتعايش فيه المتخالف. بمعنى يحافظ التقدم العلمي في الإسلام يحافظ على القيم الإنسانية وعلى خصوصية الشعوب وعلى ثقافتها، ويجملها أو يقدم لها الجميل الذي يرقيها بما يتماشى وزمانها وعصرها ويلبي حاجاتها الأساسية في ذلك الزمن. ولعل اليوم من التحديات الكبرى التي تواجه العقل الإنساني القيمي في الحقيقة والمجتمع المسلم هي فكرة الاستنساخ. فكرة الاستنساخ التي تتداول اليوم بمعنى يحافظ التقدم العلمي في الإسلام يحافظ على القيم الإنسانية وعلى خصوصية الشعوب وعلى ثقافتها، ويجملها أو يقدم لها الجميل الذي يرقيها بما يتماشى وزمانها وعصرها ويلبي حاجاتها الأساسية في ذلك الزمن. ولعل اليوم من التحديات الكبرى التي تواجه العقل الإنساني القيمي في الحقيقة والمجتمع المسلم هي فكرة الاستنساخ. فكرة الاستنساخ التي تتداول اليوم وقد طرقها التقدم العلمي الغربي، إذا كانت في النباتات أو كانت في الحيوانات فلا حرج في ذلك ولا غبار عليها. لماذا؟ لأنها النبات مملوك للإنسان ويمكن له أن يتصرف فيه، والحيوان يجوز أن يمتلكه الإنسان ويتصرف فيه كما يشاء، بشرط أن النتائج التي يتوصل إليها ألا تسخر للإضرار بالإنسان فقط أو لإحداث الفتنة فيه بنشر الأوبئة أو غيرها أو حرب بيولوجية أو شيء من القبيل. المهم لا تضر الإنسان.
أما فكرة الاستنساخ في الإنسان هذه مشكلة معقدة كثيرا لاعتبار أساسي، وهو أن الإنسان في حد ذاته هو لا يملك نفسه ولا يملكه إنسان آخر بحكم الغلبة أو بحكم التفوق أو شيء من هذا، وإنما هو ملك لله وحده وفقط. ولذلك لا يجوز للإنسان أن يتصرف فيما لا يملكه إلا بالقدر الذي يأذن فيه له المالك في ذلك. وهذه القدرة هي محل البحث فيما يجوز وفيما لا يجوز بالنسبة لفكرة الاستنساخ في الإنسان. ولذلك الخلاصة التي يمكن أن نفضي إليها: نعم، الإسلام يدعو إلى التفوق العلمي وليس له حد، نعم، ولكن التفوق الغربي اليوم، التقدم العلمي بالنسبة للغرب، أعتقد أنه يحتاج إلى ما يدعو إليه الإسلام من أنسنة ومن أخلاق ومن أسلمة. بمعنى أن التقدم العلمي الغربي يحتاج إلى أنسنة، بمعنى أن ما يهدف إليه، ما يبلغه من نتائج علم، ما يوظفه من نتائج علم، لابد أن ينضبط بمصالح الإنسان ولا يضر به، وبمنافعه وبحاجته وبسعادته وبأمنه وباستقراره، وأخلاقته، بأن لا يتسلط الإنسان بتفوقه العلمي بما يضر الإنسان في جانبه الاجتماعي أو السياسي أو الاقتصادي أو الثقافي